السلام عليكم وليدات الرضا. مرحبا بكم معايا. وناري يا ناري، وناري يا ناري بقات جابها في راسو. وعتقوا الروح، وعتقوا الروح. فريطيط بقى كيطير كيطير حتى فضح راسو بيدو. راه هذا هو الكذاب. وراه شحال قدك تكذبي، وراه حبال الكذب كيقولوا شحال ما طوالت قصيره. وكتكذب وشي ناس تايقينها، واحد الفيلم وواحد وكيعطيوها في النصائح، وراه هي تعطي النصائح القوم. شفتوا هاد النوع يعطي نصائح للشعب وقوم. وراه عندها الدكتوراه في الكذوب، وكل نهار سيناريو، كل نهار كذبه. بقاو معايا وغادي تشوفوا هاد الزوج نتاعها اللي مصور في المراه يا عباد الله. وكتقول لكم وراه ما عرف كيف راه يصور وما عرف. وعندها هذا الراجل ما عرفنا منين نشدوها. عندها هذا الراجل واعر واعر غير كيطرش، وسهل سهل سهل غير كيشري في الكادويات وحلو حلو حلو. وغير صايلك على بر. وهو مرة تقول لك مين تبغي، راه جاب ليا طوموبيل كادو، راه شري ليا هادي، راه جاب ليا سنسله وما بغيتوش يركبها لي في عنقي. مره لا راه ضربني، جا وطرشها في الطياره والطياره عامره بالناس. وجايه المهم. ودوك الناس ما داروا حتى شي ردة فعل، وعادي. غير تناقشت مع هذا الهفاط من كانت باغيه تفارق. لا، راه كان يطلب مني ما حرم الله، ودرك الله يطلب ما احله الله. والبنات واللي كتفرجوا فيها وهذه اصلا راه ما عندها لا راجل. عرفتوا واحد الفيلم كنت تفرجت له مصري، لا شي واحد تفرج لكم فيه مثل فيه اسعاد يونس، وكانت تبغي محمود عبد العزيز. ومسكينه هبلت من كثرت ما بقات تبغيه، هبلت. هو كان عنده خطيبته هي الممثله مها ابو عوف. من كثرت ما بقات تبغيه، واحد النهار مشات عنده لدار، هو كان شارب ما حس كاع براسو. وهو طاح وهي طاحت نعست حداه في البايص، وبدات كتقول له خليو الولاد ينعسوا. شت هذاك الولد اش دار لي؟ شتي انا كنقول لك ما تدلعوش، انا كنقول لك ما تفشوش. شتي ها هو دابا فين وصلنا. بقات يعني كتحكي واحد بحال شي حياه طبيعيه. وصافي تقول له خليني، هو راه ناعس، راه هذاك كان شارب وناعس في عالم اخر. وهذاك الفيلم عرفتي ديك اللقطه الا شافها شي حد راه تماما كما هذه. وعرفت واحد الكميه ديال الكذوب. الا غير شي واحد فات حداها ولا اي شي واحد عرفاتو صافي خصها تستغل داك الموقف. الا كان لابس غير شي حوايج، ولا كان حامله، ولا كانت مريضه، خصها على داك النقطه تطلع واحد السيناريو، واحد الفيلم. دابا هي من تصالحت مع راجلها، شفتوها مشات للدار اللي قالت لكم ديالها هي وياه ودوك السداري وديك الطفريشه، والدار اللي قالت لكم على قد الحال. ايوا نورمالمون من تصالحت معاه غادي ترجع لدارها، على الاقل تشوفها وهي كتجمع حوايجها في دارها. شفتوها مشات لديك الدار. عقلتو من الطوموبيلات كانت عنده، قالت لكم زرقاء خضرا ولا بيضاء خضرا، وقالت لك لا عنده كثر من طوموبيله. شفتوا من حطيت لكم التصاور نتاع الراجل اللي هو في ديك الفيرما او في ديك الدار، كيفاش قصير وشويه مفورمي، يعني ماشي مفورمي، يعني شويه عامر وقصير، وحتى المشيه نتاعو كيبان واحد الانسان شويه كبير تعطيه خمسينات. ونفس التصويره اللي حطيت لكم مع الشخص اللي كتقول لك راجلي وكندير معاه شهر العسل، نتاع واحد شاب صغير في العشرينات رقيق وطويل، لا علاقه بلا طاي. وتجي تخرج عينيها عادي عادي عادي. يعني الكذوب راه عايم باين. والجيران تاعها كيقولوها ويعاودوا كيقول لك كذابين. هي كتنوض كتقول لك ما عندنا جيران. وشتو من دارت لك من قالت لك راه درت، من قالت لك ديك الطوموبيل دارت حادثه، اللي قالت لك ضربيها راجلها حادثه، اللي قالت لك راها في سميتي وطلعت داك السيناريو. راه دابا بان شكون اللي دار حادثه بها، شكون اللي داير البيرمي ودرت البيرمي دوالي. هذيك الطوموبيله اصلا اللي كانت ورات وكانت تقول لك انا ما عندي جيران. وفي التالي قالت لك لا راه غادي جارنا نعيط، غير جارنا هنا هو اللي غادي يوري لي واحد يعدلها والله يصايبها ولا داك التخربيق. ديك الساعه ولاو بانوا عندهم جيران. يعني لا اللي كيشوف، انا ما كنتفرجش بزاف الفيديوهات نتاعها، ولكن الا شتي غير بواحد النظره خاطفه، قارنتي فيديو مع فيديو غادي تلقاي الهضره اللي كتقولها في هذا الفيديو تفوت واحد جوج فيديوهات كتلقايها كتقول هضره اخرى غير متطابقه معاها. دابا هي مريضه بالكذب، ولقات بان ملي كتكذب شي كذبه نتاع فيها الضرب كتطلع المشاهده. ولات دابا كل مره خصها غادي تلوح لنا فيديو نتاع الضرب. كيما نهار قالت لك عينيها زراق ومشات دارت داك الفلتر، او المهم دارت تما شي لعيبه فيلتر. بزاف الوسائل تقدري ديري بهم، سواء فيلتر كاين قالوا لك واحد الربيعه حتى هي دير الزروقيه،
وايضا مكياج، او كاين اللي كيكون داير غير شي عمليه النيف وكيزرقوا عينيه بنفس الدرجه. وفي تقريبا كاع ترى عينيه زرقوا، وغير واحد المده ما بين ليله ونهار صافي ديك الزرقيه طارت مشات. فانا كنت درت لكم فيديو قلت لكم ناري ديك الزرقيه اللي كانت في عينيها راه طارت من وجهها وسقط في الطوموبيل، لان كانت وراتنا الطوموبيل الاولى بيضه. انا كنت قلت قبل زرقاء، كانت بيضه الاولى، والاخر اللي ورات دايره حديثه زرقاء. فهي ما كاين لا راجل لا حتى شي حاجه، هي غاديه وختها مانيش عارفه علاش دايره، ولكن راني عارفه على ماشي ما رانيش عارفه، باين علاش دايره داك السيناريو. هي خصها دائما دير لكم ديك الحبكه الدراميه باش تطلع المشاهده. الا قالت لكم غاديه غير انا واختي وقالت نيشان، لا، خص يدخل فيها راجل، وخص تدخل فيها الضرب، وخص تدخل لك فيها الحب، وخص تدخل لك كما المسلسلات اللي كنشوفوا مكسيكيه، فيها الضرب، فيهم الحب، فيهم الخطف، فيهم. دابا وحده غاديه مع راجلها وعايش في فرنسا وخدام في فرنسا، غادي يفوتها من دبي، قالت لكم في عجمان، غادي نمشيو للبحرين، عنده اعمال هنا وعنده اعمال هنا. ومن بعد كانوا في داك الاستوديو اللي ورات، ودابا تنقلت للشقه واحد عارف وكان عامين، غادي يسناها هي تدخل الفيسبوك ولا ما عرف فين دخلت باش تقلب على شقه، وتقنعوه، هي اللي غادي تقنعوه بان راه كاين رخيص هنا، وهي اللي غادي تعرف اكثر ما يعرف هو. فين شفتوا هذه؟ هي اللي دخلت وقلبت الدار. وحده جايه مع راجلها وجاي يدير الاعمال وعاد مصالحين وواعر، جايبه معاها اختها، وزادت في الكذوب وقالت لك اختي واش ربي من بغى يفضحها. هايك اختها شفتو كيفاش بانت هي اللي كانت كاميراها، وهي اللي كتوري كتفها، لابسه ديك لافيست هكا بحال نتاع الرجال، وكتجلس حداها وتوري الكتف نتاعها. من ربي بغى يفضحها بانت في المرايه. ومين ربي بغى يفضحها اكثر، زادت قالت اختي راها خليناها خدامه في دبي ودابا حنا في عجمان، خليناها في واحد الاوتيل راه شدت الخدمه. دابا انت علاش كاع حاد الكذوب؟ قولي راني جايه نقلب الخدمه انا واختي، وجايه دارت اشهال داك الصالون وجي قود. علاش بقيتي تكذبي وديري في الافلام وديري زعما باش تربحي بزاف تاع المشاهدات وبزاف تاع الفلوس؟ وراه اللي بغاها كلها راه كيخليها كلها. شتو على فضيحه اللي تيقيم بها؟ شتو اللي كتقول لك راجلي كيصورني ما عرف كيفاش؟ واحد الانسان كيقول لها ما تدخليش ما تدخليش، ما بغيتكش تصوري، ما بغيتكش تحطي فيديوهات، غادي يجي يصورها وتابعها ويدير لها الخاطر. نتوما راكم عارفين الرجال خصوصا واحد من هاد النوع اللي كتحكي انه معصب، غيبقى تابعها ويصور فيها وعاد هو طارشها وعاد مدابزين غير على كلمه طرشها وفين حرا عاد تصور وتقول لك راني راه زعما هي كتحكي عليه، هو ما غاديش يشوف. علاش؟ لحقاش هي راها حيداتو، كان دار لها ابوني وهي حيداتو. لحقاش هو الا بغى يدخل ما غاديش يدخل، يعني الا ما دايرش ابوني راه ما يدخلش. وما من كتهضري انت؟ واش حساب لك الناس كتاكل التبن؟ الا ما دايرش ابوني ما غاديش يدخل عندك، وهو ما يدخل، ما محتاج لا ابوني ولا كاع ايميل ولا كاع يدخل مدرج، وما محتاج كاع هادشي اللي بغى يتفرج لك. ومراجل مرته تكون تحت حياتها الشخصيه وكتقول تحكي عليه، ما غاديش يكون عنده الفضول باش يدخل يشوف شنو غادي تقول. لنفرض ما دخلش هو، ما غاديش تدخل ديك اختو اللي كنتي تقولي عليها السوسه وسبت لي المشاكل وجرات عليا ودارت لي ما غاديش تدخل هذيك وتوصل لخوها الميساج، وكاع من عائلته ما غادي عارفين ودايك ما غادي يدخل حتى واحد ويوصل له الميساج. وانتم درتكم كي خواتاتي البنات، شوفوا لغه الجسد، الله يرحم لكم الوالدين. غادي تلقاو فيها واحد الطبع دائما ملي كتكون تهضر تلقاوها كتهضر وتلحس في الريق، كتقلب في عينيها، كتقلب على الكلمات. ماشي واحد الانسان اللي كيكون يحكي مدات وداكشي كيخرج، لا، دائما كتقلب وتشوف من هاد الاتجاههم هذا. والريق ملي تلقى راسها حصلت تلقاها دير وتزيد تكمل هضره، غير تصرت في داك الريق لان كتكذب. وايضا حتى الكذب كيزيد ضغط الدم وكيسبب في تضخم النيف، وتلقى الانسان كيحك نيفو بزاف اللي يكون يكذب. وشتو هذا الفيديو التالي اللي قالت لك الحساسيه وكتحك في نيفها الحساسيه؟ هي قد تكون الحساسيه فعلا كاين اللي من الغبره وهذه، ولكن حتى من الكذب نتاعها الكبير. وغيقولوا لي دابا فين غادي تدي وجهها من اختها باينه مباشره في المرايه، مع العلم انها بكثره الكذب اللي كذباتو وشنو وقع لها، خلاها يعني الثبات نتاع الجسم نتاعها تبدا تحكم فيه اكثر من اكثر. الانسان اللي كيكون يكذب داك من كثره الكذب صافي كيتعود. كيما دوك المجرمين اللي كنشوفوا كيمشيو يديروهم على داك الجهاز نتاع كشف الكذب،
كاين اللي غير كيحطوا عليه كيعرفوا انه كيكذب، وكاين اللي كيكون يكذب والجهاز ما كيعطيهمش انه كيكذب، لان ملي كيكونوا كيعطيوك الاسئله مفاجئه ويكثروا عليك كيشوفوا داك ضغط الدم ودوك ضربات القلب كيفاش كتهبط يعني فكيعرفوا السؤال اللي راكي كاتبه فيه المهم كيعطيك النتيجه. لكن كاين شي ناس من كثره الكذب صافي كيحافظوا على البروده ديال الاعصاب نتاعهم والثبات نتاعها، واخا كيجلسوا على داك الجهاز نتاع كشف الكذب ما كيعطيهمش انهم كاذبين. علاش؟ لحقاش كيكونوا تدربوا عليه. فهي ايضا مع دربت لانها سنين هذه وهي كتكذب من زواجها الاول من الراجل، داك الراجل اللي كانت داياه كبير، فتعودت كتحافظ على واحد الجزء، ولكن مع ذلك الجسم كيهضر وكيعطي اشارات انها كذابه. داك بلع الريق عيات ما تحاول باقي شاد فيها. البنات مازال عندي حوايج باغي نقولهم لكم، ولكن انا ما كنبغيش نطول الفيديوهات نتاعي بزاف. الخلاصه اللي غادي نقول لكم، راكم كما شفتوا اختها اللي كتصورها وهي كتقول لكم في اول فيديو بالعظم نتاع اللسان تاعها زوجي. هذا باش تعرفوا هذا النوع من اي بشر ما يجيش عندي شي وحده ولا تبقى تقول لي حرام عليك واش عشتي معاها واش شفتيها واش. يلا البنات، في امان الله، ولنا عوده للموضوع. كانت معكم العيط موس، حتى الفيديو الجاي.